لو بتعاني من تكيسات المبايض وبتروحي تاخدي سيدوفاج وبتاخدي ادويه، بس برضو مش حاسه بتحسن، وفي دكاتره كمان بيكتبوا ادويه هرمونيه. انا مش هدخل في شغل الدكاتره، مش هدخل في شغل دكاتره النساء اكيد، يعني كل تخصص ليه احترامه. بس انا هكلمك على السبب اللي هو المباشر بنسبه 95 او 97% من الحالات. ده سبب مباشر، دي الحاجه الواضحه قوي. تمام. والصح ان انت تغيريها، ولو ما تحسنتش تبداي تروحي بقى تاخدي الادويه دي. الحاجه دي هي الاكل يا جماعه، وهي مقاومه الانسولين. الفكره كلها ان انا دلوقتي لما الانسولين بيكون زايد زيادة عن الطبيعي وبتبدأ تحصل مقاومة انسولين، بيبدأ هرمون الذكورة او التستوستيرون يزيد عندك، فيبدأ يعمل التكيسات بتاعة المبايض. فاحنا كده عرفنا السبب الاساسي اللي لو اتعالج المشكلة تتحل. وبالمناسبة مشاكل كتيرة قوي لو ظبطنا الاكل هتتحل لوحدها، بجد والله لازم. طيب ايه بقى الحاجات اللي انا بعملها غلط خلت مقاومة انسولين؟ لو انت كشخص مش بتتمرني، لو انت كشخص اكلك غير صحي، بتاكلي كربوهيدرات بسيطة كتير، بتاكلي سكريات كتير، ما بتتحركيش، انتوخة، في ستريس بقى على طول، انت على طول في ستريس وتوتر وكده ومش مرتاحة مع نفسك، اكيد الحاجات دي هتعمل مقاومة انسولين وهتعمل تكيس مبايض. ايه الحل؟ ايه الحل اللي انا بعمله مع العاملات بتوعي؟ بالمناسبة كان معايا بنوتة كان عندها تكيسات مبايض وكانت رفيعة وعندها مقاومة انسولين وكانت رفيعة جدا، عشان تعرفوا ان الموضوع ملوش علاقة بالوزن بس. وفي خلال اسبوع البيريد جات لها وتحسنت، وكان عندها الحبوب بتاعه التكيسات بيكون شكلها مميز قوي، قلت جدا. الحاجات اللي انا هقولك عليها النهارده لو انتي اهتميتي بيها وعملتيها اوعدك يعني بنسبه كبيره جدا الموضوع هيتحل من غير اي ادويه، من غير حتى قرص واحد ميتفورمين زي السيدوفاج. معرفش التكاتك كلها بجد مشغله اغاني ليه دلوقتي. اول حاجه مهم انك تشتغلي عليها في البدايه بالذات، مش هقولك انك تمشي كيتو، مش هقولك انك تشيلي الكربوهيدرات، بس على الاقل تمشي لو كارب دايت على الاقل. يعني على الاقل ما تقعديش تفطري لي برغيفين 3 وتقولي لي انا عندي مقاومه انسولين، اعمل ايه؟ يعني ابسط الحقوق انك تعملي لو كارب، يعني افطري 3 بيضات بشويه زبده وكلي حته جبنه وخضار، وده يبقى فطورك. افطري بيض 3 بيضات مثلا وشويه فول من غير عيش. دي اهم خطوه بجد، اهم هتفرق معاكي، انت هتشوفي فرق رهيب بس لو شلتي حاجه زي العيش في الفطور. الوجبه التانية لو حتى هتاخدي نشويات، حاولي ان هي تكون نشويات معقده، حاولي يكون رز، وخصوصا الرز بسمتي. بطاطس رائعه لو عملتي بطاطس مطبوخه كده. يعني مثلا حطيتي على الخضار بطاطس وبقيت البطاطس هي مصدر النشويات، واهتمي بالبروتين. تمام. تمارين المقاومة برضو من اكتر الحاجات اصلا اللي بتحسن حساسية الانسولين وبتزود الانسولين سنسيتيفيتي، فلما حساسية الانسولين هتزيد مقاومة الانسولين هتقل، يعني مش محتاجة يعني. اشربي سوائل كتير. في نبات اسمه الانسولين بلانت او القسط الهندي. القسط الهندي ده هو اسمه حرفيا الانسولين بلانت، من كتر ما هو بيدي الافكت بتاع يعني بيشتغل حلو قوي على الانسولين. هو بس طعمه وحش قوي وريحته وحشه قوي، يعني لو شميتي ريحته هتحسي انك دخلتي حظيره خرفان حرفيا. فالحل اللي احنا بنعمله ان انا بجيبه وبحط عليه معلقه عسل واكوره كده زي الكور، اخليه قروص، واقوم ايه بلعالك 3 منهم مثلا كده كل يوم. كمان الصيام المتقطع ضروري جدا، احنا اتفقنا ان المشكله في الانسولين اللي عمال يطلع عمال على بطال. انا لما اعمل صيام متقطع مش هاكل الانسولين، مش هيطلع، فهتبداي تحسي فعلا بتحسن. والبنات فعلا بتجيلها البيريود، لو كانت واقفه بتجيلها البيريود بسرعه جدا. وبتبدا تحس بتحسن، بتبدا تحس ان بشرتها اتحسنت، وهتلاقي لو انت عندك مشكله في الوزن هتلاقيها بدات تتحل لوحدها. تمام. بعد كده بقى لو الموضوع ما ظبطش يبقى احنا محتاجين بقى دكتور نسا ونشوف فيه ايه، لان ساعات في نسبه ما بيبقى في خلل اصلا من الجينات في التستوستيرون، بس دي بتكون يعني نسبه ضئيله قوي 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 يعني. تمام. اتحركي على قد ما تقدري، يعني خلي حياتك فيها حركه. يعني هو مثلا لو انا رايحه الشغل ممكن اركب او ممكن امشي، لا انا ممكن امشي.
في الشغل انا نفسي انا كصيدلانيه شغاله في صيدليه، انا رايحه جايه في الصيدليه طول النهار ما بقعدش. ليه؟ عشان الحركه دي بتبدا تحسن من الحرق بتاع الجسم، وبتبدا تحسن من الهرمونات، وبتظبط كل حاجه تمام. الاسترس لازم تحاولي تهدي، خدي كده كل حاجه بهدوء كده، وما تحاوليش تتحكمي، لان لو في ستريس الكورتيزول هيعلى هيلخبط الدنيا. كمان مهم تنامي كفايه وتنامي بالليل وتكملي، يعني خدي وقتك وكملي، هتبداي تحسي بتحسن اصلا من اول اسبوع، بس كملي ويبقى ده اللايف ستايل بتاعك، ما يكونش شويه وخلاص. اللي هو انا حتى لو هاكل حاجه مش صحيه مش تكون كل يوم، اكون على فترات متباعده، والله هتلاقي تحسن كبير قوي. وبس، يعني دي الحاجات بجد انا بعملها مع العملاء بتوعي، بيجيبوا نتيجة بسهولة قوي، بيجيبوا نتيجة من غير اي حاجة. لقيت الدنيا متظبطتش بقى ومحتاجة دكتور، ساعتها محتاجة تروحي للدكتور. طيب عايزة تتابعي مع حد متخصص تغذية وحد يبقى معاكي خطوة بخطوة، انا موجودة. تلاقي رقم الواتساب بتاعي على البايو، تمام، تقدري انك تبعتيلي. الاسعار بتاعتي كويسه جدا، والمتابعه معايا بتكون مريحه جدا، وبتشتغل كمان على اضطرابات الطعام، لان في الغالب ان حد فضل ياكل لدرجه ان هو جيله مقاومه انسولين، فهو في الغالب ممكن يكون عنده اكل عاطفي او كده، بنشتغل على الموضوع ده قوي. آه وبس. كان معاكي دكتور ايمان اشرف، صيدلانيه واخصائيه تغذيه علاجيه معتمده ومدربه. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.